ب3000 جنيه فقط ممكن تمشي أسرة مكونة من 4 أفراد مع الدكتورة روضة حمزة، أستاذة الاقتصاد المنزلي. هي طلعت بتقول أنا طالعة أفيد حضراتكم، ولكن حقيقة شكلا وموضوعا هي طالعة بتكيد حضراتكم أو بتكيدنا، عشان أنا واحد من الناس اللي هي بتتكلم عنهم، من الأسر المعدومة اللي هي شايفة إن ممكن يمشوا بيتهم لو مكون من 4 أفراد ب3000 جنيه، وبشرط كمان إن ياكل سمك ولحمة وفراخ طول الشهر. وعشان ما اطولش على حضراتكم بس كده، احنا اتعودنا من وقت للتاني ان حد يطلع ينكش الشعب، يولع الشعب، يديله سنة مرش، وبعد كده عارفه هيكمل. انا اقول لحضراتكم ال3000 جنيه بتوع الاستاذة روضة حمزة خبيرة الاقتصاد المنزلي ممكن نعمل بيهم ايه مع أسرة مكونة من 4 أفراد فقط، زي ما هي قالت. مش هزود ولا هنقص، ولا هقول لحضراتكم أسرة مكونة من 5 أفراد ولا من 6 أفراد، ولكن أنا بحكي لكم من أرض الواقع. أنا واحد من الأسر اللي هي بتتكلم عنها. أنا معايا 5 أفراد، وربة المنزل يبقى 6 أفراد، ورب المنزل اللي هو بيخاطب حضراتكم 7 أفراد. ولنفترض إن بس كده أنا والزوجة 2، ومعانا ولد وبنت أو ولدين أو بنتين، يبقى هم ال4 أفراد. أقول لحضراتكم ال3000 جنيه بنعمل بيهم إيه ومن أرض الواقع. ال3000 جنيه 2 كيلو بطاطس ب50 جنيه على مدار ال30 يوم، 50 في 30 ب1500 جنيه بطاطس بس. و4 أفراد على ما أعتقد مش كتير يعني على ال4 أفراد، لما يفطروا بطاطس ويتغدوا بطاطس ويتعشوا بطاطس 2 كيلو يا دوبك يمشوا معاهم اليوم. طيب، ولو قلنا فردين بس اللي هم بيصرفوا عيش على بطاقة التموين، لأن أنا بصرف فردين بس أنا والزوجة، الأولاد مش نازلين وحاولنا ننزل واترفض، مفيش تنزيل مواليد، يبقى الفردين التانيين هياكلوا عيش حر. لو قلنا الفرد فيهم بياكل بس، بيفطر برغيفين ويتغدى برغيفين ويتعشى برغيفين، يبقى 6 رغيفة يوميا للفرد. 6 في 30 ب180 رغيف. سعر الرغيف جنيه ونص ب270 جنيه، ده للفرد. 270 و270 540، وحسبنا بطاطس بس 1500 جنيه، يبقى 2040 جنيه. لو قلنا بنستهلك للبطاطس دي 4 جزايز زيت بس، الجزازة ب75 جنيه على مدار الأسبوع. طبعا بتجلي بطاطس يعني الجزازة لو جات معاك أسبوع كويس. ف75 جنيه في 4 جزايز على مدار الشهر ب300 جنيه، وحسبنا هناك 2040 جنيه، يبقى 2340 جنيه. ولو قلت لحضراتكم نستهلك أنبوبتين بوتاجاز، سعر الأنبوبة 200 جنيه، يبقى أنبوبتين على مدار ال30 يوم ب400 جنيه. وهناك 2340، يبقى 2740 جنيه. نقول 2500 عشان ما توهش حضراتكم، 2750 جنيه. تبقى معانا 250 جنيه. نمشيها توابل، تمشي توابل، يعني تمشي توابل بطاطس بس على مدار ال30 يوم. نمشيها توابل يعني شطة وكمون وكزبرة، ونحل كده شوية البطاطس كده برغيف العيش كده وكده تمام. فأي دماغ وأي إنسان عاقل يطلع يتكلم ويقول لك 3000 جنيه يمشوا أسرة مكونة من 4 أفراد، وبشرط كمان إنك تاكل سمك ولحمة وفراخ. ده دليل قوي ومؤكد إن هو طالع بيستفز الناس، وبيلعب بعقول الناس، وبيستهتر بالناس. فده كلام فارغ، كلام فارغ. والمفروض لو في حساب وعتاب، المفروض ان هي تتحاسب على الكلام اللي بتقوله، لان هي بتوتر الناس وبتزود غضب الناس وبتزود غل الناس وقهر الناس. لما تطلع واحدة زي كده بتاكل بالشوكة والسكينة تتكلم على أسرة فقيرة والطبقة الفقيرة و3000 جنيه، وبشرط أنا أمشي لكم البيت سمك وفراخ اي سمك واي فراخ. انا على ما اعتقد ما جبتش حاجه من بيتنا يا ساده كرام، كله من ارض الواقع. انا قلت لحضراتكم 2 كيلو بطاطس، والبطاطس ب25.